الناس دي بعد نجاح المؤتمر بتاع اتفاقية شرم الشيخ. ده كان رد البهوات بتوع الإخوان. يا جويش يا ابن العضاضة، على أرض مصر وانتهت الحرب. شايفين القوة والنجاح بتعلي صوت النباح، والدهن اللي في اللي ساح. لا بس حلو قوي اللي مكتوب على المكتب ده يا ريس. نترجم بقى عشان عندي حمو نيل وما بعرفش اقرا انجليزي. مكتوب رئيس الجمهورية المصرية وبس، مفيش عربية. مفيش عربية مكتوب. اللي طلع براءة. يا سلام بقى لو بقت رسمي. احنا مش عايزين العربية، احنا هناخدها مشي. تحيا الجمهورية المصرية. ما تردوا يا جدعان. تحيا الجمهورية المصرية. ايوه كده. ابو حنان رئيس اكبر دولة في العالم بيقول لك ايه؟ بيقول لك كله كان هيموت ويعمل الاستضافة دي في بلد، لكن احنا شفناك يا سيسي القائد المتميز. ما عندكش جريمة في بلادك زي اللي عندنا، وبلدك حلوة يا ولد. وانت حبيبي من زمان يا سيسي، وانت عارف. النبي ما تغيبش عليا يا صاحبي. وبقى تعالى زورني كده وتعالى قول لي شوية افكار من الحلوة اللي انتوا بتعملوها في بلدكم دي. ده انا مشغل معايا ناس حنبولي بالسجق. البلد عندنا مليانة جرايم، وانت ما فيش جرايم كده، الدنيا ماشية حلو. الكلمة بتاعت ابو حنان دي بتاعت ما عندكمش الجريمة زي اللي عندنا. لازم يتعمل لها تحية عسكرية للشرطة المصرية، تحية عسكرية لوزارة الداخلية اللي رافعة راسنا في الدول العالمية. احلى حاجة بقى في اللقاء ده كله الخطفة اللي عملها الرئيس السيسي لابو حنان، عشان السيسي بابا المجال. قال لهم ثانية واحدة، مش عايزين نسمع صوت قبل ما تمشوا بقى وتروحوا كده. معلش انا عايز اقول لابو حنان حاجه قبل ما ياخدني في دوكه كده. قال له اتفضل قول يا ابو محمود. قال لك انا عايز اعزم فخامه الرئيس ابو حنان ان يرعى مؤتمر اعاده اعمار غزه. انا عايز دعم فخامه الرئيس ورعايته معانا في مؤتمر اعاده الاعمار. I just want to look forward to Your Excellency's support and your sponsorship with us in the conference for the reconstruction. Thank you everybody. يا حبيبتي الرئيس عمل قفله في المؤتمر تليق بينا كلنا. اقسم بالله العظيم عندنا رئيس عظيم، رئيس ذكي وحكيم. بالله عليك يا ريس نفسي اشوفك، نفسي اسلم عليك واخد منك البركه. مولانا يا ناس. لا وسبحان الله الدنيا دواره يا اخي. شوف ازاي يا شيخ من ضغط على مصر ورحله التهجير ونمشي الفلسطينيين يشوفوا بلاد تانية يقعدوا فيها وتصفيه القضيه تماما ليلا بينا نعيد الاعمار سويا. مولانا يا ناس راسنا بقت في السما يا ريس. وطبعا اثناء ما انت شغال ودولتك بتنجح وبتكبر وبقت على الخريطه من اهم دول العالم وعندك كل ضيوف العالم، اعلام الاخوان شغال قوي الفتره دي بالفلوس. عمالين يحزقوا الفلوس اللي بتجيلهم كترت الايام دي، علشان لو ما اشتغلوش صح وعملوا اي نتيجه هيزعلوا منهم اللي هم شغالين خدامين عندهم، ساعتها هيبيعوهم في سوق النخاسه. علشان كده المطاريد يا كبد امهم داخلين هجوم علينا، هجوم على البلد، هجوم على الريس، البلد اللي مشرفانا. لا وشوفوا الهبل بقى اللي بيقولوا. اتفضلوا. يا معتز يا ابن العضاضه، جرى ايه يا اولاد الوز؟ وزي ما انتوا سمعتوا دي كانت تعليقات الخرفان. اما تيجي بقى من الناحيه الثانيه ونشوف تعليقات الامريكان. اديني السقطة في الحساس، اديني ومش هقول لحد، اديني حته من ليا زغرات يا ولية. الامريكان كلهم عاملين شغل عالي وكله قاعد عمال يشكر في مصر. ثانك يو ايجيبت. وكل ده طبعا بعد ما السيسي اهدى ابو حنان قلادة النيل علشان يقول له من تحت السطور قد ايه النيل ده عزيز علينا. الريس بيشبط له السن. مولانا يا ناس. فاحنا طبعا بنقول لابي احمد احنا خلاص فضينا لك خلاص، فقاعدين لك بقى نشوف موضوع سد النهضه ده. انا من رايي بعد اذنكم وبعد اذن النجوم والفنانين انا محتاج الفنان الكبير هشام عباس. احنا هندهنه اسمر وناخد ابي احمد اختفاء قسري ونودي هشام عباس على انه هو ابي احمد ويحكمهم بقى، وهو بالمره يمارس هواياته ونشاطاته ويطلع يغني على المسرح. نهري نهرين نهر النيل يا جماله، نهري نهرين السيسي هيداهاله، من قاعده واحده مصر فوق في السما حبيبي ده، والاخوان شيطه ما بطلوش مهما اخروا كده. يا ولاد العضاضه ما تنسوش يا جماعه عقبال ما اخد حقنه التسمم بتاعت الخرفان دي تعملوا بقى كومنتات وتكتبوا تحيا مصر كتير وتدعموا القناه لو سمحت، وغصب عن كلاب الاعلام دول تحيا الجمهوريه المصريه طيروها له.